انجح وصفه ديال البيتزا تقدري تجربيها اختي، كتجي رائعه بزاف، مفشفشه، من ألذ ما يكون، من اروع البيتزات اللي جربت انا شخصيا، وبواحد لاباط اللي رائعه بدون دلك او مجهود، ما فيهاش العناء نهائيا. صدقيني ان شاء الله ملي غتجربي هاد البيتزا ما عمرك في حياتك غادي تستغني عليها. نبداو ان شاء الله في المكونات. كما كتشوفوا تبارك الله كتجي رائعه ومفشفشه ومقطنه، وبواحد لاباط اللي رائعه. نبداو بسم الله. عندي بسم الله واحد 3 الكيسان ديال الفورس، ضروري يكون خاص بالحلويات، غير الفورس بوحدو فقط. كنضيف عليهم بسم الله واحد الملعقه كبيره من الحليب مجفف، ملعقه كبيره ديال الزعتر، وضيفوا شويه د الملح. انا غير تحت ديال المقطع، المهم ديروا معلقه هكا صغيره ديال الملح. صافي بسم الله. خديت واحد الكاس غندير فيه معلقه كبيره ديال الخميره ومعلقه معمره ديال السكر. كنضيف عليهم نص كاس ديال الماء اللي تيكون ما يكونش دافي بزاف، يكون غير السخونيه شويه. كنخليهم كيتفاعلوا، بعد ما تفاعلوا ليا غنضيف بسم الله على العجين، وغادي نعمر الكاس ديال الماء. كنضيف النصف ديالو وكنجمع. ما تحتاجوش تدركوها نهائيا، غير كنجمعوه كالدقيق مع الماء فقط. انا ضروري غنعطيكم العبار ديال الدقيق مضبوط باش ان شاء الله تنجح معاكم وما توحلوش. الماء خاصو يكون غادي السخونيه شويه، ما ديروش دافي بزاف، دابا الجو بارد من الاحسن. العجينه خاصها تكون تلتصق في اليدين غير شويه، ما تكونش خفيفه بزاف. انا بقى لي ربع كاس هو اللي بقى ليا ديال الماء. صافي كنحاول غير ندخل في هذاك الماء اللي عندي، وكيبقاوش ليا الكويرات ديال الدقيق وكا محبين في العجين على هذا الشكل هذا. صافي بعد ما تجمعت لي العجين غنضيف عليه بسم الله واحد 3 المعالق ديال زيت الزيتون، اللي تقدروا تعوضوهم بالزيت النباتيه الا كانت عندكم هكا زيت الزيتون حاره. كنحاول بسم الله كندخل ديك زيت الزيتون هكا في العجين بهاد الطريقه هذه. راه سهله بزاف وخا تلتصق لكم في اليدين شويه. المهم العجينه خص القوام ديالها يجي على الشكل هذا. بعد ما ساليت، هذا هو القوام ديال العجين. كما كتشوفوا خصها تكون كتلتصق في اليدين غير شويه كما قلت لكم. المهم تبعوا الخطوات ان شاء الله باش ننجح معكم. غطيت على بواحد البلاستيكه وبواحد الثوب، وكنخليوها تختمر مزيان مزيان. ضروري خصها تخمر، هاد البيتزا كتبغي تخمر مزيان مزيان. انا خليتها واحد 45 دقيقه بحال هكاك. صافي العجين ديالي بعد ما اختمرت ليا، هذا هو القوام ديالها تبارك الله. كما كتشوفوا كتجي واحد العجين اللي رائعه، واحد لاباط غزاله. واخا ما كنكونوش دالكينها كما كتشوفوا كتجي طريه بزاف. كندير الايادين ديالي بحال هكا غير واحد قليل من الزيت، غير شويه ماشي بزاف، ما ديروش الزيت بزاف. وكنحاول بسم الله نقسم على جوج ديال الكرات يكونوا متساويين. كنحاول هكا نشكلهم، ما نديرش الفينو في هذه المرحله هذه، كنشكلهم هكا غير باليدين ديالي. مباشره ملي غادي نسالي غادي نفندهم انا هكا في الفينو. ديروا الفينو كيجي رائع هكا في البيتزا هكا ملي كنبغيو نطلقوها كيجي فيها زوين بزاف. كديروا الفينو غير في هذه المرحله هذه فقط لا غير. كما كتشوفوا ما محتاجيش الفينو بزاف، غير واحد شويه، تقريبا واحد 2 معالق كبار بحال هكاك اللي كنحتاجو. بعد ما نلبس الكويره ديالي غادي نديرها في اللاطه اللي مفرشه فيها ورق الطبخ. تقدروا دهنوها هكا بالزيت اولا ترشوها هكا بالفينو اولا الدقيق. مباشره ان شاء الله ملي غادي نساليهم غادي نغطي عليهم هكا بواحد الزيف اولا بشي بلاستيكه، وكنخليهم ضروري واحد 5 ديال الدقائق هكا حتى كتضاعف لهم الحجم ديالهم، اولا حتى 10 ديال الدقائق. وكنكونوا في هذه المرحله هذه اللي كنخليوهم يرتاحوا. كنشعلوا الفران ضروري يكون سخون بحال غطيبوا الخبز ديالكم من الفوق ومن التحت. انا عندي الفران ديال الضو
كنشعلو على 300 درجه من الفوق ومن التحت مع المروحه. صافي بعد ما ارتاحت لي العجين، هذا هو الشكل ديال كما كتشوف الضعف على الحجم ديالها. كندهن الاطراف ديال الاصابع ديالي بالزيت العاديه اولا زيت الزيتون. كنحاول بحال هكا ندفع العجين هكا الجوانب على هذا الشكل هذا كما كتشوف بالاصابع ديالي. كنحاول داك الهواء كامل اللي تشكل فيها كندفعو الجوانب وانا كنطلق في البيتزا ديالي على هذا الشكل هذا. راه ساهله بزاف هاد البيتزا، راه كتوجدوها في اخر لحظه وكتجي واحد البيتزا اللي رائعه بزاف. ان شاء الله غادي تعجبكم هاد لاباط هادي. كما كتشوفوا كنحاول ندفع، الا بات لكم كتلصق لكم في اليدين حاولوا دهنوها هكا، دهنوا يديكم بشويه ديال الزيت. الا كان عندكم هكا ورق الطبخ يكون افضل، حيت كتطلقوا العجين ديالكم على راحتكم. كنبقى مستمره. ضروري تخليو العجين من الوسط تكون رقيقه، ما تخليوهاش غليظه نهائيا. والجوانب كنخليهم بحال هكا تيكونوا هكا فيهم العجين على الشكل هذا. بالنسبه اللي ما عندوش الفران ديال الكهرباء يقدر يدير غير الفران ديال الغاز، حتى كطيب ليه من التحت وكتحمر وكتنفخ يهبط لتحت يذوب على داك الفرماج، وتحمر ليه شويه هكا من الفوق. كما كتشوفوا تبارك الله راه كنطلقها مزيان مزيان حتى كترقاق ليا هكا من الوسط. ما ترقوهاش حتى تقاب لكم العجين، بمجرد انها كترقاق. بعد ما ساليت انا غناخذ صلصه ديال البيتزا الجاهزه. كندير القليل، كنحاولوا صلصه البيتزا ما كنوصلوش للجوانب، غير في الوسط هكا. ما كنحتاجوش لهاد العجين تقبوها نهائيا. ما كتحتاج تقبوها، راه كتجي تبارك الله اللي رائعه وما كتنفخش في الطياب. تقدروا تستعملوا اي صلصه ديال البيتزا عندكم جاهزه اولا طيبوها في الدار. عندي الجبن ديال الموتزاريلا، كنديروا بسم الله. وعندي كميه من البصل اللي انا مقطعه هكا مشنفاه، اولا تقدروا تشلضوه هكا. ضيفوا خضر، انا ما كنشحروش، كنضيفوا خضر بحال هكا وكيطيب في الفران. كلشي كيطيب دفعه واحده. كنضيف غير القليل، ما كنكثرش بزاف. المهم على حسب الرغبه ديالكم. الا كان عندكم هكا البصل الاحمر احسن يكون افضل. انا عندي الابيض هو اللي توفر ليا. عندي فلفله هكا خضراء اولا فلفل الوان اللي عندكم، قطعتها هكا على شكل دوائر. وكندير غير شي شرائح بحال هكا قلال، ما كنكثرش. الحشوه كتبقى على حسب الرغبه ديالكم، تقدروا تضيفوا صدر ديال الدجاج، تضيفوا الكفته، ديروها غير بالخضر هكا حتى هما راه كتجي بهم رائعه. وعندي واحد العلبه ديال الثوم، ديال الزيت، كنضيف حتى هي منها القليل. كنحاول نفتتها. واخر حاجه ان شاء الله غادي نضيفها اللي هي الزيتون الاسود. عندي انا مقطع. تقدروا تضيفوا حتى الزيتون الاخضر، حتى هو كيجي رائع على حسب الرغبه ديالكم. كنضيف بسم الله الزيتون. واخر حاجه ان شاء الله غادي نضيفها واحد الرشيشه هكا ديال الزعتر. تعطيه هكا مذاق لي رائع. اولا تقدروا ديروا الحبق حتى هو كيجي زوين، اللي كيكون طبعا مجفف. وغنضيف واحد الملعقه هكا كبيره من الزيت العاديه، زيت نباتيه اولا تقدروا تضيفوا زيت الزيتون ملعقه هكا من الفوق. ومباشره كندخلها الفران، كنخليها لمده ديال 10 ديال الدقائق. ما تفوتوهاش ليها، ما خصهاش تحمر لينا هكا من الفوق بزاف.
وكندهنه الجوانب ديالها هكا بالبيض. هذا سر من الاسرار كيعطي واحد اللمعه اللي رائعه. عندي بيضه كامله مع قطرات ديال الخل وقليل من السوجه وكندهنها وكندخلها الفران طيب. البيتزا الثانيه ديالي حتى هي كندير نفس العمليه. تقدروا هكا الجوانب الا ما بغيتوش ديروا ليهم هكا البيض تقدروا ديروا غير زيت الزيتون اولا الزيت النباتيه، ولكن من الاحسن نضيفوا البيض. كيعطي واحد اللمعه اللي رائعه، ودوك الجوانب كيجيونا هكا مفشفشين ولامعين. ان شاء الله جربوا هاد البيتزا غادي تعجبكم، اكيد غادي تعجبكم. دخلت البيتزا ديالي كطيب ودزت كنخدم الاخرى حتى هي بنفس الطريقه. بسرعه بسرعه كتوجد. كما كتشوفوا انا الحراره عندي ظلام، يعني كنت كنوجدها بقات المغرب شي نص ساعه ودغيا دغيا ساليت. كنضيف الجبن، كنضيف البصل، الفلفل الاخضر اولا الوان، وكنضيف التونه والزيتون ورشه من الزعتر وملعقه كبيره من الزيت النباتيه وصافي. حتى ان شاء الله ملي كنساليها كندخلها حتى هي طيب في الفران. ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا. صافي البيتزا ديالي بعد ما خرجتها من الفران هي هذيك كما كتشوفوا تبارك الله. كتجي واحد البيتزا اللي رائعه وكتجي مفشفشه. كما كتشوفوا الجوانب كيجيو لامعين مفشفشين وكتجي لذيذه بزاف. غنقسم معكم اكيد طريف. كما كتشوفوا تبارك الله كيفاش كتجي. اكيد اكيد غادي تعجبكم، غير جربوها وصدقوني غتعجبكم. غادي تحماقوا عليها وما غاديش تقدروا تستغنوا عليها مره اخرى. هاد لاباط هذه غتولي معتمده عندكم ان شاء الله. قسمت معكم طريف. كيفاش كتجي تبارك الله. كتجي خفيفه وهشيشه واحد الدرجه كبيره. ان شاء الله لا جربتوا غتستغناو على المطاعم، ما غتبقاوش تمشيو وتبقاو تصايبوها في داركم. كما كتشوف كتجي محمره من التحت ومن الفوق كتجي هكا مذهبه. والبيتزا الثانيه ديالي حتى هي بعد ما خرجتها من الفران حتى هي هذه شاركت معكم بجوج باش تشوف تبارك الله بجوج كيجيو ناجحين من اروع ما يكون. موالين الدار ملي وجدتها لي راه حماقوا عليها بزاف. وهذا الشيء كان في الفيديو ديال اليوم. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها ان شاء الله. نتلاقاو في وصفات قادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.